صباغه طبيعيه للشعر باللون البني الغامق الرائع، كتغطي الشيب والشعر الابيض من اول استعمال. شوفوا معايا البنات ما شاء الله الكثافه واللون ديال هذه الصباغه هذه اللي فيها كلها مواد طبيعيه بدون كيماويات ومجربه ومضمونه 100%. هنا غنخليكم البنات التطبيق ديال هذه الوصفه هذه على الشعر ديال اختي ما شاء الله. شوفوا اللون وشوفوا اللمعه وشوفوا الكثافه اللي كديرها هذه الوصفه هذه من اول استعمال البنات. قسما بالله الا كتعطي لون رائع ومجربه وامنه ومضمونه البنات، غير جربوها على ضمانتي. شوفوا ما شاء الله اللون رائع البنات. المهم كملوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه والصحيحه ديال الوصفه. واذا مازال ما شاركتيش في القناه خلي لايك واشتراك ومرحبا. كبداية لا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالفيديو لكي يصلكم الجديد ديال القناه ديالنا. في الوصفه ديالنا غادي نحتاجوا بعض الاعشاب اللي هي طبيعيه ومفيده للشعر ديالنا وكلها رائعه ومفيده. وهاد الاعشاب غادي تلقاوها عند العطار، يعني فما مشيتوا عند العطار اولا العشاب اللي كيبيع الاعشاب غادي تلقاو عنده هاد الاعشاب هادي ديال الشعر، وراه هي سهله وبسيطه. من بين هاد الاعشاب عندنا المسواك اللي كنغسلوا به الاسنان ديالنا لانه كيعطي لون رائع في الوصفه، وعندي كذلك الريحان اللي مفيد للشعر ديالنا وكيعطي واحد اللون غزال وترطيب كذلك للشعر. وما نساوش الزعتر ولا الزعتر البري حتى هو في الوصفه ديالنا، حتى هو البنات كيعطي لون غزال ولون زوين. يعني كلها اعشاب طبيعيه. اكيد الا عندكم اكليل الجبل او لا اي نوع د الاعشاب اخرى ممكن تضيفوها. كندير هاد الاعشاب في واحد الكاسرونه وكنطيبها مع كاس ديال الماء، كنغليها فوق نار مهيله حتى يطلقوا لينا دوك الاعشاب اللون ديالهم او الصبغه ديالهم في هذاك الماء. يعني كيكون عندنا واحد الماء اللي هو غني بالاعشاب. وعندي هنا حناء خضراء طبيعيه ديال الشعر البنات، ماشي ديال النقش، ماشي ديال اليدين، ماشي ديال الجسم، يعني ديال الشعر، الخاصه بالشعر اللي كتكون خضراء وكتكون بحال هكا. شوفوا اللون ديالها البنات راها جديده، ماشي ديك الحنه اللي كتكون غامله وكتكون محروقه كتكون اللون ديالها بحال كحله. لا البنات خذوا حنه تكون زوينه ديال الشعر. غادي نضيف تقريبا يعني غير 2 معالق كبار ديال الحنه، ما كثرتش منهم. وراه الحنه بهذه الطريقه اللي غادي نعطيكم راه ما كتحرق الشعر، بالعكس كتعطي رطوبه للشعر وكتعطي لون غزال. البنات هاد الوصفه هذه قسما بالله الا مجربه ومضمونه 100%. فقط تبعوا الطريقه، راها مجربه مني شخصيا وكتعطي اللون غزال يعني كيف ما شفتوا تماما في الصوره. هنا غادي نضيف ملعقه ديال الكاكاو المر اللي هو الشكلاط الكحل اللي كنديروا في الحلويات. غنخلط مزيان كي كتشوفوا البنات، خصني نخلط مزيان الحنه مع هاد الكاكاو باش يعطيوني لون غزال. هاد الكاكاو البنات راه غزال للشعر، مفيد للشعر وكيرطب الشعر. وغادي نضيف كذلك مكون اخر اللي هو القهوه اولا نيسكافيه، قهوه سريعه الذوبان. حتى هي الا كانت متواجده عندكم، الا كانت غير متواجده ممكن تستغنوا عليها. فانا غادي نضيف البنات ملعقه كبيره اي نوعيه ديال القهوه عندكم، سواء سريعه الذوبان او القهوه العاديه ماشي مشكل. هذيك غير ما يكونش فيها العشوب المنسمه بحال داك الزعتر وماشي الزعتر بحال داك الحار الابزار وداك الشيء. حيت فاش كنمشيو نشريو القهوه راه كيعطيونا قهوه معطره. فمن الافضل انكم ديروا القهوه طبيعيه عاديه ما فيهاش منسمات. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال نيسكافيه ولا القهوه سريعه الذوبان اولا القهوه العاديه اللي هو البن، ونخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم باش تنسجم ليا النواشف. عاد غادي نخلطهم بهذاك السائل ديالنا اللي هو مغلى الاعشاب. هاد الوصفه البنات راه مع المده كتكثف الشعر، واللي شعرها حرش راه كيرطب ليها الشعر ديالها، كتخلي الشعر املس وكتخلي واحد اللمعه رائعه في الشعر ديالنا. بالاضافه الى انها كتخلي واحد الرائحه غزاله في الشعر ديالنا، وكي كنقولوا انها كتصبغ يعني كتصبغ الشيب وكتصبغ حتى الشعر الابيض. فانا غادي نخلط هاد المكونات بهذاك الماء ديال الاعشاب اللي غليت. راه مازال سخونه البنات، ممكن نتوما تخليوه حتى يبرد شويه عاد تخلطوا به. انا مع خصني نصور لا فيديو فانا اضطريت انني نخلط به وهو سخون. المهم انا كنخلط وانا كنزيد الماء حتى كنوصل للكثافه اللي انا بغيت.
فراه خص تجي شي شويه جاريه، ما خصهاش تجي عاقده، لانها كي قلنا البنات راه صباغه ديال الشعر ماشي صباغه ديال النقش. المهم كنخلط وعيني ميزاني، ما خصهاش تجيني عاقده وما خصهاش تجيني جاريه بزاف. فانا كنخلط وكنزيد المنقوع وكنخلط وكنزيد المنقوع. فهاد المرحله البنات راه ضروري خصكم انكم تحركوها مزيان، طربوها الا عندكم داك الطراب حسن، الطراب اليدوي او لا الكهربائي حسن، باش دغيا تخلط وتنسجم. غادي نخليها واحد المده البنات، يعني واحد المده غير باش ترتاح شويه، غير باش تبرد ليا. غادي نزيد ليها البيضه البنات، غادي نزيد بيضه لهاد الوصفه هذه، لان البيض البنات غني بالبروتين وكيرطب الشعر وكيغذي الشعر ديالنا. فراه البيض زوين للشعر وما كتخليش الريحه ديال البيض، ما كتبقاش الريحه ديال البيض في الشعر ديالنا بهاد الوصفه هذه، لان قلت لكم فيها بزاف ديال الاعشاب اللي الريحه ديالهم غالبه على ريحه البيض. ومع ملي كتغسل الوصفه راه ما كيبقاش نهائيا الريحه خايبه في الشعر، بالعكس كتبقى واحد الريحه غزاله في الشعر ديالك. فالبنات انا غادي نضيف بيضه. الا كان عندكم الشعر طويل وكتير بزاف راه غتضاعفوا المقادير، سواء ديال الاعشاب وديال الحنه، وكذلك بطبيعه الحال غادي ديروا 2 بيضات. الاصفر ديال البيض كذلك البنات كيساعد على تفتيح اللون. بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر ديالهم اسود غامق وبغاو يحصلوا على اللون بني، فراه يخلطوا البيض مزيان مع الوصفه هادي وخلطوها مزيان البنات. راه ما كتبقاش الريحه ديال البيض وما كيبقاش البيض بحال هكا كيبان. راه ملي غادي تخلط الوصفه كلشي كينسجم مع بعضياته، ما كيبقاش نهائيا البيض كيبان في الوصفه. فهنا كي قلت لكم البنات ضروري تستعنوا شويه بالطراب الكهربائي اولا الطراب اليدوي حسن. انا خدمت غير بالملعقه، ولكن ماشي مشكل. فراه من بعد غادي تولي ملسه، يعني غادي كلشي غيتخلط كلشي غينسجم. ومن بعد غادي نخليو هاد الوصفه لمده ديال ربع ساعه ولا 10 ديال الدقائق حتى كترتاح، باش تخمر لينا بحال الا كنخمروها، وهكا كتلقى الفوائد ديالها. وطريقه الاستعمال ديالها البنات راه ساهله، كتطبقوها على شعركم كامل، يعني كتطبقوها على شعركم من الجذور حتى الاطراف. كديروها شعركم كله البنات. سواء هاد الوصفه راه صالحه حتى البنات الصغار اللي شعرهم حرش اولا شعرهم ناشف وبغاو شعرهم يرطب. بالنسبه للنساء اللي كيبغيو يديروا هاد الوصفات لبناتهم، كتديروا الوصفه كامله لشعركم البنات وكتغطيوه بواحد البوني لمده ديال ساعتين فقط البنات، ما تخليوهاش كتر لان ممكن تعطيكم واحد اللون نحاسي فايت اللون البني، فهمتوني؟ واحد اللون اللي يقدر ما يعجبكمش. اللهم خليوه لمده ساعتين او لا ساعه ونص فقط، وراه كتعطيكم هذا اللون تماما. وان شاء الله البنات غادي تعجبكم الوصفه لانها مجربه مني شخصيا. وهاد الصور اللي كنحط لكم هنايا تطبيق للشعر ديال الاخت ديالي، طبقت على الوصفه وعجبها اللون وبصحتها. وحتى نتوما البنات نتمنى تعجبكم الوصفه، فقط جربوها. قسما بالله الا كتعطي وصفه، هاد الوصفه هذه كتعطي نتيجه من اول استعمال وكتغطي الشيب. واهم شيء انها اقتصاديه، ما فيهاش مكونات اللي هي كيماويه، يعني بدون صباغه طبيعي، بدون صباغه كيماويه. الا عجبكم لا فيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس، وكذلك تبارطاجيو لا فيديو مع صحاباتكم والاهل ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله.